هيك يا حبايبين، اليوم كانت وصفتنا عن البراونيز كيك، وصفة ولا أخطر من هيك وهي الأصلية. خلينا نشوف كيف طبقناها بهذا الفيديو. يلا. أول شيء لازم نشغل الفرن على درجة حرارة 180، وبعدين بدنا نجيب الزبدة وفضي الشوكولا اللي عندي فوق الزبدة. بسم الله. على حمام مائي ليذوبوا على الأخير، ولبين ما يذوب الشوكولا والزبدة على الأخير بدي أجيب الطاسة أحط فيها السكر، ننزل بالبيض تدريجيا، واحد ونخلط، اثنين كمان نخلط. هلا وقت اخر بيضة نكمل خفق. وهلا هيك السكر والبيض صاروا تمام، الشوكولا والزبدة هيك صاروا عندي جاهزين. شوفوا 100 رح بلش انزل فيهم بالتدريج، يعني شوي بوقف وبحرك، مجرد ما تجانسوا برجع بكمل. نزل باقي الكمية كلها. المقادير رح نكتبها بصندوق الوصف. هلا هيك بنحرك لحتى يختلطوا كتير منيح، وهيك الزبدة والسكر والشوكولا صاروا تمام. هلا هيك يا حبابين صار وقت الطحين والكاكاو. عندي هون الكاكاو الخام والطحين، رشة ملح ورشة فانيليا، وعن طريق النخل. هلا هيك بنكمل تحريك لحتى نوصل لهذا القوام. شايفين كيف هيك؟ واخر اضافه عندي اياها هي الجوز، اختياري، بدكم ما بدكم عادي. وبنقلب تقليب. جاهزين هلا هيك لحتى نحطها بالقالب وعلى الفرن. اي قالب بتوفر على الناس، سواء كان دائري او مربع، ما عندنا مشكله ابدا. هلا هيك رح نفضي المزيج. بسم الله. بنحاول نوزعه على القالب بشكل متساوي. طبعا فرني جاهز والبراونز عندي صارت جاهزه. طبعا يا جماعه موضوع ورق الزبده كثير ضروري من على الاطراف ومن تحت، ومثل ما حكينا سواء كان القالب مربع او صينيه صغيره ما في اي مشكله ابدا. انا حابب اليوم اخذ هذا الشكل. هلا هيك يا حبابين على الفرن على درجه حراره 175 25 ل 26 دقيقه. خلينا نشوف. هلا هيك سحبناها من الفرن، الروايح يا لطيف. رح نتركها بس 10 دقائق ونرجع لعندكم. نسحب القالب شوي شوي. مثل ما حكينا بالنسبه للقوالب والتقطيع هذا الشيء اختياري. بسم الله. هاخذ النص، هلا هيك بعد ما قطعناها صار وقت التزيين. رح زين الكراميل شوية فستق او لوز. وهيك يا حبابين نكون وصلنا لنهاية الفيديو لليوم. ضل علينا بس شو انه ندوق. بس شوفوا المنظر ما احلاه، حضارة. شوف صار وقت ندوق، بس قبل ما ندوق بدي اياكم تركزوا كثير منيح قديش هي طرية من جوا وكريسبي من برا. هذا الشيء كثير ضروري بالبراونيز. نقول بسم الله وناخذ اول لمحة. طبعا ما راح اتفاجئ لان دقيقة. والله غلطة. هيك يا حبابين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بس المرة عن جد لا تنسونا من دعائكم وتشاركوا الفيديو، واذا عجبتكم الوصفة لازم تجربوها. سلام.